لما سمعنا يعني وقفة احتجاجية على مستوى بلدية مزاورو، وأيضا هناك معلومات يعني رئيس البلدية حاول الانتحار. ربما أنت كمسؤول تنفيذي الأول للولاية ربما تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. حاول الانتحار بين قوسين على كل حال. أحيانا في عادة الناس يستعملوا هذه يعني الخرجات إن لا أقول شطحات. والله المؤسف أن لما وصلت إلى ولاية سيدي بوالعباس أنا حوالي 3 أشهر وجدت هذه البلدية في الانسداد التام، يعني ولا مشروع يعني منطلق يعني منذ أكثر من سنة. وأنا أدرس المدونة تاع المشاريع، تصادفت أن الاستهلاكات صفر. ماذا وقع في البلدية؟ فيه مشاكل كثيرة، البلدية متوقفة، فيه صراعات بين الأعضاء تاع البلدية، فيه صراعات بينه وبين الوصاية، بين الدائرة، بين المحيط. فحاول أستفسر، وأكثر من ذلك تفاجأت أن السيد متبوع قضائيا، وكان قرار توقيفه على المكتب يعني مش تاعي عنده مدة. وحتى وزارة الداخلية راسلهم السيد الولي السابق وأعطاه يعني الموافقة لتوقيفه. لكن قلت أنا معليش، خلينا نعطي الوقت لنفسي ونأذر، ربما قد يكون هناك غش من الأمر، قد يكون مظلوم. استدعيته، تكلمت معه، شرح، قال ظلموني، قال كذا قال كذا قال كذا. ماذا تريد مني؟ قال أريد أن توقف الأمين العام. طيب وقفت الأمين العام، روح سيد الأمين العام روح نديروا لك الأمين العام. قال ما عنديش. ثم قال جيبوا لي فلانة. بكل صراحة باحتراماتي لكم يعني وصلنا لواحد وأنا أمشي كما نقولوا احنا بالمثال الدارج تبع الكذاب حتى لباب الدار. ماذا تريد؟ قال أريد فلانة، رغم أن فلانة هذه كان فيها اعتراض كبير من طرف الإدارة تاعي. رغم ذلك فقلت لهم معليش سيديروا الأمين العام تاعو. ماذا تريد سيد الرئيس؟ قال المجلس يتبدل. بدل. ماذا تريد؟ هل تريد شيء آخر؟ لا. توكل على الله. منذ ذلك الحين إلى اليوم لم يعني تسير الأمور إطلاقا، بل زادت تعقيدا وتعفنا ويعني تشنجا. وآخرها ربما كم سمعتم واش هذه، كان وقع عراك كبير في البلدية وأصبحت أضحوكة أمام الناس. هناك شجار بالأيدي بكل الأسف الشديد داخل البلدية، والمواطنين يعني بكل صراحة. هل هذا يعني البلدية الخلية الأساسية للدولة يعني يعبث بها بهذا الشكل؟ أبدا إطلاقا. فحاولنا بكل يعني ما أوتينا من قوة أن يعني نصح الأوضاع. نتفاجأ أمس، وهذا بيت القصيد، أنه يبعث لي رسالة استقالة. قلت والله الحمد لله سيدي اليوم كان استقال وحده وخلاص هذا سيدي. بعثت صباحا المدير، وأنا قبل ذلك مضيت على قرار الإنهاء الأمن بناء على الإجراءات والمتابعة القضائية السابقة. مضيت على قرار الإنهاء، ثم قلت نشوف كيفاش نبلغه بطريقة إدارية، بطريقة أمام المجلس الشعبي الأعضاء تاع البلدية. فهو سبقني وبعث لي استقالة. جاتني استقالة، قلت والله يا سيدي كيف الله المؤمنين شر القتال. هو سيدي فهم روحه وإنسان يخرج خلاص كما قال سيدي رئيس الجمهورية أنا ما نقدرش ننسحب. بعثت اليوم مدير التنظيم الشؤون العامة والسيد رئيس الدائرة باش ندرسوا الاستقالة نتاعو أمام المجلس. وكانت حضور الأمن، حضور الدرك إلى آخره. فسمعت ما سمعت، أصبح شيء آخر خلاص. وأصبح نحن عصابة وهو كذا وهو إنسان، وهو للأسف الشديد بكل صراحة عطل البلدية تعطيل رهيب، وكل مصالح المواطن المغبون على أمره متوقفة. أكثر من ذلك هناك مشروع تم بالتقريب البداية في إنجازه تم توقيفه، وألغى هذا المشروع يعني يسند إلى أناس آخرين. لا يوجد أدنى معيار لتسيير الموضوع العقلاني في هذه البلدية. مشيتوا معنا مثلا في المنطقة الصناعية الإطلاق، هل هناك مسؤولين هناك؟ أنا أتساءل، يعني مسؤول وإلا لا. واللي إذا ما نقدرش ولا نحشم ولا نخاف نخلي بلاصتي لوحدي. هذا هو المنطق. إذا هذا هو بكل صراحة. نحن ماضون. أنا بضيت قرار إنهاء مهامه وسوف يطبق، وسوف استدعي المجلس لانتخاب رئيس مجلس ان شاء الله اللي ناخذ معاه يعني مشوار تاع التنميه. وهذا هو القانون. واذا ما عجبوش القرار كان من المفروض ياخذ قراري ويروح للمحكمة الإدارية يلغيه.
لو كان على حق هل يعني يعمل هذه الشطحات؟ هل رئيس البلدية في مستوى البلدية يعمل هذه الشطحات؟ للأسف الشديد لا. على ممثل الدولة ونحن ماضون في رفع دعوى قضائية ضده وضد من بعض العناصر اللي كانت معه، ولن نسكت. وأنا بالنسبة لي الدولة لها شرف لا يعتد عليه، خاصة مثال هؤلاء ضد شعبهم ضد مواطنيهم ثم يعتدون على الدولة. ثم راكم تشوفوا الكلام اللي يعني يتقال في الشبكات، ثم يريدوا يعني يقلبوا المفاهيم. يعني هما اللي اليوم بالأدلة موش يعني هذا سنة ما كان حتى مشروع تحرك، ونحن على مقربة بالسنة الجاية إن شاء الله حيسجلوا عندنا مشاريع، والمواطن المغلوب على أمر ينتظر فيها المسؤولين باش يقوموا به. نعم، رغم أننا خذينا على عاتقنا أنه قلنا له ربما يقوم بكراء الحافلات عند الخواص والولاية تقوم بتسديد الفواتير، لكن نبقاو الولاد مساكن مع الطريق يمشيوا. ما هذا؟ هذا استهتار بالبلدية، واللي هي بلدية كان في الخلية الأساسية للدولة. فنحن ماضون لتطبيق فيس القانون والمعيار القانوني دون ذلك، وفي نصب أعيننا مصلحة المواطن لا غير، مصلحته هو وجماعته ومصلحة. نزيد نقول لكم حاجة، ربما كل ما نبعث كيف نقولوا في انسكريبسيون ديال اوبيراسيون يقع انسداد، عملية سجود يقع انسداد، ولكم تفسروا ذلك مباشرة توصل عملية تسجيل يقع انسداد بيناتهم. فسروا كما تفسروا.